ازيكم يا ولاد؟ انا عمكم شكشك. عايز احكي لكم يا ولاد عن زمان وايام زمان. كانت امي لما كان ابويا يجي يرقعها القفا كده ويسكها على قفاها، كانت امي تاخد القفا ده كده وهي ساكته عشان الجيران ما تسمعش ان امي اتسكعت على قفاها. ولا لما كان بقى بيجيب لها بطيخه كده وهو راجع من بره، تعرفوا كان بيعمل ايه؟ كان بيخبيها في شكاره عشان الجيران ما تشوفهاش، لا مؤاخذه. كانوا بيداروا كل حاجة كده، مش كل حاجة على الملأ يعني الناس تشوفها وتعرفها. كان أبويا الله يرحمه يقول الراجل ومراته زي القبر وأفعاله. تخيل كده انت بقى لما تموت وتدخل القبر وتيجي تتحاسب، هل انت هتحكي لحد على اللي حصل لك جوه القبر؟ لا طبعا، اصل انت لوحدك جوه القبر، محدش هيشوف اللي حصل لك جوه القبر. يعني الميت بس هو لوحده اللي يقدر يحكي ايه اللي حصل جوه القبر. ياسمين عبد العزيز، ينفع كده يا اختي؟ ينفع اللي بيحصل ده؟ يعني ينفع نطلع كده قلب ذات مشاعرنا على الشاشات كده يا اختي؟ قال ايه؟ انا مش بحبه، ده انا بعشقه. ياسمين يا حبيبتي، ده انت حبيبتي يا ياسمين. يعني ايه يا حبيبتي انا مش بحبه انا بعشقه؟ هو مين ده بقى يا اختي؟ احمد العوضي؟ هو يبقى وظيفته ايه بقى دلوقتي لا مؤاخذه؟ مش احنا بقى دلوقتي يا ماما اتطلقنا وانفصلنا؟ ولا انا بيتهيألي بقى في بينا كده سنفسين، خلاص بقينا منفصلين؟ يعني كل واحد مننا راح في طريق لا مؤاخذه. يعني ما ينفعش بقى كده اطلع كده على الملأ وعلى الشاشات اقول انا مش بحبه، ده انا بعشقه. اصل هو حاليا بقى دلوقتي يا اختي ما بقاش خلاص بقى جوزي وموزي فوزي ولوزي. ده بقى اسمه دلوقتي طليقي مليقي بليقي هليقي. انا نفسي اسال بصراحه الاعلام، انتوا عايزين مننا ايه؟ عايزين تعملوا فينا ايه؟ ليه بتجيبوا الناس بعد ما يتطلقوا وينفصلوا ويطلعوا يقولوا احنا بنحب بعضينا؟ يا جماعة دلوقتي لا يجوز، عشان احنا دلوقتي ما بقيناش مرات وجوز. يعني ما ينفعش كده يعني طبعا يعني اطلع على الشاشات كده وقدام الناس كلها واقول عن راجل خلاص دلوقتي بقى غريب بالنسبة لي واقول انا مش بحبه، ده انا بعشقه. يا جماعة الله يسترها معاكم يا جماعة، قالوا شوية، مش ممكن اللي احنا فيه ده. ايه بحبه وبلبه وبهبه ده؟ ايه ده؟ وبعدين المفروض البرنامج لما يبقى برنامج كده هادف وقوي ما يتدخلش في حياة الناس الخصوصية، الحياة الشخصية، فنانين أو غير فنانين. وكل القنوات بقى دلوقتي عمالة تتكلم في الموضوع ده، ما عادش ليها سيرة غير هل سترجع ياسمين عبد العزيز هي وأحمد العوضي؟ يا رب هيرجعوا ولا مش هيرجعوا؟ يا رب خلاص احنا ما عادش حاجة في حياتنا غير ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، هيرجعوا لبعض ولا مش هيرجعوا لبعض؟ خلاص احنا حياتنا وقفت على كده. تخيل انت بقى يا اخويا لما تبقى حياتك كده الشخصية مجرد سبق كده صحفي على الشاشات وعلى القنوات وعلى السوشيال ميديا معروضة كده للناس، ولا هم بيدوروا على الترندات وخلاص؟ ايه يا جماعة، ايه يا جماعة كده؟ ما تقولوا لنا احنا وصلنا لحد فين؟ الدنيا وصلت بينا لحد فين؟ ما تقولوا لي كده يمكن ارجع معاكم لورا. احنا طلعنا قدام ولا رجعنا ورا؟ المفروض ان احنا نتطور ونتعلم ونخترع ويبقى عندنا ابتكارات والدنيا تبقى اكبر من كده. مش نطلع بقى احنا كده خلاص ما عادش في حياتنا غير فلان طلق فلانه، فلانه بتحب فلان، فلان عنده طلق مش عارف كم مره، فلانه اتطلقت اتجوزت كم مره واتطلقت كم مره. لا يا جماعه ما ينفعش كده والله، ده حرام شرعا يا جدعان، حرام شرعا ان اطلع اقول على راجل غريب عني ما عادش كده يمسني باي شيء خالص ولا يقرب لي اي حاجه ان اطلع اقول كده على الملأ ان انا بحبه. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ طب حد فيكم بقى يرد عليا ويقول لي ايه اللي احنا اتعلمناه من اللي احنا بنشوفه ده اللي معروض قدامنا على الملأ ده؟ فلان طلق فلانه بيحب فلانه، هيرجعوا امتى؟ مش هيرجعوا. ايه اللي احنا اتعلمناه؟ ايه اللي احنا استفدناه؟ خلي مشاعرك جواكي يا حبيبتي، ما ينفعش كده المشاعر نطلع نقولها على الملأ والفلق والبلق. ولا انتوا ايه رأيكم يا جدعان؟ اوعى عمك شكشك ياض.